النهارده الموضوع بتاعنا بيعتبر من أهم المواضيع الاجتماعية اللي عالجت قضية هامة، وهي عملية الزواج. وعشان كده أحب إن أنا أدرسه بالتفصيل وياك. وكانت حياة سارة 127 سنة، وماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان. فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها، وقام إبراهيم من أمام بيته وكلم بني حث قائلا: أنا غريب ونزيل عندكم، أعطوني قبرا لأدفن ميتي من أمامي. وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي، فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترس من أن ترجع بابني إلى هناك. الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف هذا، وأما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم. وبعد كده هو موضوع رفقة، إزاي راح هناك وراح عند البير وقعد يصلي، وقال حاجة عجب وجمال في الإيمان. قال له: البنت اللي أقول لها إنك تسقيني وتسقي جمالي من هذا البير هي تبقى اللي أنا هوصل. شوف الإيمان بتاع واحد عبد ما هوش إسرائيلي. فراح هناك وبعدين قابل رفقة، ويقول لك وكانت جميلة المنظر جدا. وراح قال لها: اسقيني. قالت له: اسقيك واسقي جمالك كمان. فعرف انها ايه؟ هي بتاعته اللي ربنا بعتها له. فقال لها: انت بنت مين؟ قالت له: ده انا. طلعت انها قريبة مين؟ ابراهيم. فقال لها: ده انا قريب العبد بتاع ابراهيم. قالت له: تعالى نروح لبيتنا علشان خاطر تبيت وعلشان تاكل الجمال من التبن. وكان جميل جدا انه راح. ولما راح هناك حكى لهم على القصة، فقالوا له: الأمر خرج من عند الرب، بس لازم نسأل رفقة. شوف الجمال بتاع المبدأ، حرية المرأة وأخذ رأيها.
مش زي الفلاحين اللي عندنا اللي يقول وعندنا النساوين كمان يبقى لهم رأي يا أخويا. ده البيت اللي تقول كده ده نكومها ونرميها في الترعة. متخلفين عن 3000 سنة قبل الميلاد. وقال له لا لازم فسألوها فقالت له موافقة. وبعد ما قالت موافقة جاء تاني يوم قالوا له طب سيبها لنا شوية كام يوم كده. هو قال لهم لا ما تعطلونيش. قالوا له برضه نسأل رفقة. فجت رفقة قالوا لها ايه رأيك؟ قالت لهم اروح وياه. فأخذها وراحت وصارت لإسحاق زوجته. الموضوع ده موضوع جميل جدا ورائع لحياة المجتمع النهارده والزواج. أول نقطة مهمة جدا تسترعي التفاتنا في التأمل بتاع هذا الموضوع إن إبراهيم بكى. يقول لك إيه؟ وجاء ليندبها ويبكي إيه؟ عليها. مع إن إحنا شفنا إبراهيم خرج من عيلته ولا عيط، وسابوا لوط ولا عيط، وقدم ابنه ذبيحة للرب ولا عيط. ولكن لما سارة ماتت بكى. شوف الوفاء ده. الموضوع ده واكل قلبي جدا. ازاي الناس اللي فعلا بتوع ربنا، الراجل والست اللي عايشين صحيح لربنا، الوفاء اللي بينهم وبين بعض. انا اعرف واحد في شبرا كان هو ومراته عايشين بمحبة شديدة، والست مخلصة ليه جدا في وفاء وهو مخلص ليها قوي، وماتت. عارفين اللي حصل ايه؟ انه قعد يدبل 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 لغاية لما ايه؟ لغاية لما مات. استحملش. وعدد كتير جدا من الناس بهذا الشكل ما يتحملوش ازاي ان شريك الحياة يعدي وهم عاشوا السنين مع بعضهم البعض. ايه هو الوفاء؟ طبعا الناس فاهمة ان الوفاء الزواجي هو ان الراجل او الست ما يخونوش بعض جنسيا، يعني ما تسمحش لنفسها انها حتى ولا تبص لأي واحد ولا هو ما يبصش لأي واحدة. ده أبسط حاجة دي. وفي ناس بيعتبروا الوفاء إن الست تساند جوزها، إنها تدبر له عيشته المالية، لا تبعتر ولا تفقد ولا تقعد تطالبه بفلوس وتذبحه بالمطالب الكتيرة. برضو دي مش هو كل الوفاء. إنما الوفاء الحقيقي هو أول حاجة أساسية فيه الحب وقت الشدة، وبالأخص المرض القاسي، المرض الشديد. لما واحد منهم يتشل ويقعد على السرير مدة طويلة. أنا أتذكر إن أنا وأنا علماني رحت الصعيد هنا، هو كنت بلف من كل البلاد دي، وبعدين وأنا نازل من المحطة بيستقبلوا طبعا حضرة الواعظ المكرس اللي مش عارف إيه، استقبال حلو أوي. فواحد وطى عليا وقال لي أنا عاوز أوريك حاجة عظيمة في هذا البلد. قلت له ممكن أشوفها الحاجة العظيمة دي. عارف وداني لقيت إيه؟ لقيت بيت وطلعني في تاني دور ما انساش هذا المنظر. واحدة ست قاعدة نايمة، والناموسية الطويلة دي بتاعت زمان دي مغطياها. وقال لي بقالها
7 سنين مشلولة، وأنا ليل مع نهار ما عنديش حاجة في حياتي غير إن أنا أخدمها بكل فرح. قلت له ليك حق، تجعلها أعظم شيء تورهوني قبل ما أروح أوعظ. وقت العجز والشيخوخة الست الأميرة خصوصا هنا هو بيخلوا قبل ما جنى كان تبص تلقى الراجل يبقى عمره 60 65 والست لسه 40، وبعدين إن ما كانتش هي عندها الوفاء تقرف وتتضايق وتتذمر وتبقى في حالة ضيق. ازاي انها واخده واحد دلوقتي راجل عجوز ولا نوش، واحيانا تبص تلقاها تقوم العيال ضده وتسيطر على البيت سيطرة عنيفة، لأنها أصلها ملكة البيت، والعيال بقوا تحة، والبيت الراجل بقى ضعيف وغلبان، وهي الإمبراطورة بتاعت البيت. أما الأخت المؤمنة فإنها ترى أنه واجب عليها أنها ترعاه وتفرح به وتخدمه إلى أن يعبر بسلام. الوفاء في وقت المرض، في وقت العجز والشيخوخة، في وقت الظروف الصعبة. مبارك كل رجل وكل زوجة يحب زوجته أو هي تحب زوجها، وبالأخص في الضيق. إن دي لمسات مسيحية، والله لا ينسى تعب المحبة إطلاقا، بل الرب يستطيع أن يعطي إكليل أعتبره أنا أحيانا زي إكليل الشهداء، لما تقعد سنين طويلة وهي عمالة تخدم جوزها بكل إخلاص ومحبة. النقطة الأخيرة في الوفاء عدم معايرتها لو هي عاقر. لو الراجل مخلص ومحب وعنده وفاء واكتشف على إنها مش هتخلف، وأخدوها وودوها للدكاترة وصرفوا كتير وراحت لدكاترة، وبعدين الدكتور بص له كده وبعد ما طلع الست من العياد ده قال له مش هتخلف. ايه شعوره هو؟ إذا كان إنسان وفي يعاملها بكل محبة ويهون عليها، هي أحيانا تبقى متضايقة جدا لأن نفسها كانت تسعده وتجيب له طفل، لأنه هو أحيانا كان نفسه في الطفل، ولكنه من الوفاء ومن الإخلاص أنه كأنها جابت وتقول لها ولا تزعلي ولا تهتمي، كفاية ان احنا بنحب بعض ونعيش مع بعض. وكثيرا ما يكون هذا الحب مترجما بكل ود وبكل إخلاص، وأحيانا تبص تلقاهم يخرجوا إلى الحياة الخدمة ويشتغلوا في الخدمة علشان خاطر يهونوا على الست اللي هي غير العاقر، ولا تعيشي في العزلة والتعب والحزن. ده موضوع الوفاء. برضو النقطة الثانية اللي يسرها زواج رفقة، زواج إسحاق. شروط الزواج المسيحي الصحيح، ياما الواحد تعب هنا في البلد دي علشان يشرح ايه هو الزواج. الناس فاكرة ان الجوازية انه واحد لقى واحدة عجبته لأي ظرف من الظروف يروح لابونا يقول له جوزني دي. وكثيرا ما يكون الدوافع غير مسيحية، اللي متجوزها علشان انها شكلها جميل، اللي متجوزها علشان خاطر انها غنية،
اللي متجوزها علشان خاطر إنها تخدم الست الكبيرة، وبعدين البداية فرحانة عشان عيلة شابة صغيرة 16 سنة، وبعدين راح هو الجيش، راح الجيش وسابها لمين؟ الست الكبيرة، وهي ما عندهاش استعدادات روحية إنها تخدم الست الكبيرة. فرج على الإشكالات اللي توصل لمكتب الخدمة والمكتب سيدنا، وتقول أنا تعبانة، أنا تعبانة. على أي حال يا أولادي، لذلك يلزم، وده اللي احنا ماشيين بيه في هذا المطرانية، عشان كده قلت قوي المشاكل العائلية، قلت جدا، إنما فيش فارق كبير في الزمان، ما فيش عيال صغيرين، ما فيش شهادات بتاعة تسنين اللي كلها كذب وغش. منعنا كل ده كله علشان خاطر، ولما يكون شابة صغيرة 16 وجوزها طب 24 25 بجيبها عندي واقول لها الراجل ده لما يكبر اوعي تتعبي منه. ثم نادينا بمبدأ ضايق الناس شوية، ولكنه مبدأ مسيحي، إنها ما يصحش إنها تعيش مع أمه وأبوه الحياة المستقلة. ده مرة واحد كتب لي يقول لي إيه، ليه يا سيدنا أنت بتركز على إن الراجل يسيب أبوه وأمه أو هي تسيب أبوه وأمها؟ علشان خاطر يعيشوا، لأن الكتاب بيقول كده، يترك الرجل أباه وإيه ويلتصق بمين؟ بمراته. ثم إذا كانوا بيحبوا بعض صحيح يعيشوا في حياة مستقلة ويفوتوا يعدوا على الست الكبيرة والراجل الكبير زي بالمحبة، ولكنهم لا يمكن إنهم يعيشوا في احتكاك بينهم وبين بعض. تقول له طب ما دلوقتي يا سيدنا ما فيش شقة، أقول لك خير ليهم إنهم يسكنوا في أوضة في عشة ويعيشوا مستقلين وفي سلام وحياتهم مع بعض وأسرارهم مع بعض، غير إنهم يعيشوا في نكد بسبب الإشكالات والاحتكاكات. شروط الزواج المسيحي، أول شرط هو النضج، ولذلك حكاية العيال دي ما يصحش. أنا ما موافقش أبدا على جواز العيال. واحدة بنت صغيرة جدا، ده أنا فاكر مرة من المرات واحدة من الشروق جابوا لها تسنين والبنت أنا صغيرة، ده زمان قبل ما نركز على ما فيش شهادات تسنين. فالأسيس بيقول لي يا سيدنا دي سقطة قيد وقعد يكلمني كتير. قلت له ابعتها لي، فجات لي في المكتب لقيتها حتة عيلة صغيرة خالص. وبعدين أنا قلت لها إيه يا بنت اللي عاملينه في صدرك ده يا بنت ده؟ حط لها قطن وبتاع. وبعدين قالت لي طب وانت شفت الحكاية دي ازاي؟ يعني معناها حصلت. قلت لها يا بنت انا ازاي هتتجوزي وانت عيله كده؟ قالت اعمل ايه؟ ابويا بيقول لي انك اذا ما اتجوزتيش هرميكي في البحر في الترع. اوعى يا سيدنا تقول له ان انا مش موافقه، لا يجرى لي ما يجرى لي. وبعدين قلت لها ما تخافيش اسندك يا بنتي علشان خاطر تعيش. وناديت ابونا بقى وقعدت وفهمته حرام حرام يا ناس، حرام هذه الامور. النضج الجسمي والنضج النفسي تتفطم ويتفطم من ماما، لأن الولد ابن أمه وحش. ياما برضه مشاكل جت من حكاية إن الولد مرتبط بماما، وكل شوية يقول لها ماما، وهي مرتبطة بماما، كل شوية أروح لماما، أجي من عند ماما أروح لماما. هو يقول لها أنا متجوزك ولا متجوز أمك؟ وحاجة بيبقى غم جدا. فين الشخصية المستقلة؟ فين الرجولة؟
فين الحياة الزوجية بمعناها الأصيل؟ نحن مدعوين إلى أن نكون رجالا. الزواج ده التزام. الزواج اوعوا تفتكروا إنه هو مجرد إنه واحد أخذ واحدة وخلاص. لا 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 لا. الناس مثل هذه لا تفهم معنى الزواج، ولكن الزواج هو رجل بمعنى الرجولة وفتاة بمعنى الأنوثة، يتزوجان على صعيد النضج وصعيد الحب الحقيقي، النضج الجسمي والنضج النفسي والنضج الروحي. واحد جسدي أو هي جسدية، يا دي الحزن لما بيحصل إن مثلا خادم في مدارس الأحد وبعدين يروح ينقي بنت ولا ليها في الحياة الروحية، بعيدة ولا عمرها دخلت كنيسة ولا أي حاجة، وبعدين يعاني المعاناة ويشوف الغلب وهو السبب، لأنه لو كان دقق وصلى. لذلك لما جاء إبراهيم قال له اوعى تاخد لابني إسحاق من مين؟ من الأجنبيات. الأجنبيات يعني معناها غير المؤمنات اللي عايشين في الجسد. واحنا بنيجي نقول في السر الابن الأرثوذكسي البكر، وهي الابنة الأرثوذكسية البكر، ولذلك لازم يكونوا مؤمنين. مش معنى أرثوذكسي يعني بس إن البطاقة بتاعته أرثوذكسية، ولكن معناها إنهم يعيشون في حياة الإيمان. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن الرجل يتزوج من المرأة في الكنيسة. معنى هذا بأن الرجل مؤمن. خلي بالك، مؤمن يعني إيه؟ فهموها. مؤمن مش معناها يعني بيجي الكنيسة، لا، ما هو في ناس كتيرة بتيجي الكنيسة وهي ما عندهاش الحياة الجديدة، حياة أولاد الله، حياة الطبيعة الجديدة، الحياة اللي فيها الإنسان يعيش حسب الروح وليس حسب الجسد، فيها الإنسان يختارها من خلال الكنيسة زي ما بيقول عنا ذهبي الفم. لذلك يقول لك إيه؟ كما يلقى عطر على مسك. يا سلام، عطر على مسك، يعني هو عطر وهي مسك، والاثنين ريحتهم ايه؟ رائعة في غاية الجمال. ريحة المسيح الزكية تفوح منهما لأنهما من أمام المذبح يأخذان السر. على ذلك لما يعيشوا مؤمنين ويبتدوا مؤمنين ويبتدوا قديسين ما تخافش عليهم، حتى لو حصلت ضيقات كثيرة في الحياة لن يعصروا، ولكنهم يعيشون في حياة الإيمان. الهدف من الجواز هو العضوية الكنسية، إن الراجل بيتجوز هو ومراته علشان يجيبوا أولاد بتوع ربنا. فهموا الهدف يعني. وواحد من الآباء القديسين بيقول كلام جميل جدا، بيقول لك إن الزواج هدفه امتداد الملكوت، فيوم أن ينمو المؤمنين ويزدادوا إلى الحد اللي فيها إنه يكمل عدد المختارين، ينهي الرب الزمن. ينهي الرب الزمن، أي أن الزمان موجود لأجل أن المؤمنين يكملوا وأن المختارين يكملوا. فنحن بزواجنا نسرع بمجيء الرب المبارك، كأننا ونحن نتزوج ونأتي بالأولاد المختارين القديسين، نقول له تعالى أيها الرب الإله تعالى، لأنه وذا أولادك وبناتك يعيشون بحياة الإيمان. في كمان حاجة تانية، وهي
في شروط الزواج الجاذبية. بس الجاذبية مش بس هي الجاذبية الجسدية، لأن الجاذبية الجسدية بتضيع، الزمن بيضيعها. اللي شايفها إنها جميلة وعظيمة ومعجب بيها وجمالها، بعد شوية تبص تلاقيها دبلت. ولذلك الجاذبية ليست جسدا ولا الجاذبية نفسا. في أحيانا الشبان بتوع الجامعة يحبوا البنت علشان شخصيتها، يقول البنت دي هايلة لأنها أصلها طلع جيد جدا ودمها خفيف برضه مش هي دي. وفي الجاذبية الروحية، إن الواحد يحس بإن الأخت دي فيها نعمة وإنها مختارة من الله. بيقول واحد من الآباء القديسين عن النقطة دي: كما أن تلميذي عمواس اكتشفوا الرب باكتشاف معجزي، هكذا أيضا المتزوجون يكتشفون الرب في خطيبتهم. هي تحس يا أولادي إن الرب اداها الأخ ده، وهو يحس إن ربنا عمل معجزة وجاب. ده أحيانا تبص تلقاه جات له من دشنة وهو في ملاوي، وهي جات له مش عارف ولا هو جالها منين، من المحلة الكبرى ولا مش عارف من اسكندرية ولا ايه. ازاي تتجمع ده على ده؟ ما اعرفش، لكن اعرف شيء واحد، انه اسمه المعجزة ان الاتنين تلاقوا على صعيد المعجزة. زي بالظبط حكاية اليعازر. حد يقول يا ناس ان واحد اممي يقول له البيت اللي تقول لي تسقيني وتسقي جمالي هي اللي انت عاوزها. ايه ده؟ ادي المعجزة. من خلال المعجزة يفهم الزواج، كما أنه من خلال المعجزة يفهم سر المعمودية، كما أنه من خلال المعجزة يفهم الجهاد الروحي واستكمال الحياة الروحية في الإنسان، واحتمال المعاناة والضيق في هذه الحياة. من خلال المعجزة ازاي الواحد يقدر يعيش في الدنيا وهو محافظ على مبادئه وإنجيله. المسيحي يحيا على مستوى المعجزة. اوعى تسألني تقول لي يعني ايه معجزة، اقول لك لو عرفت اشرحها لك ما بقتش معجزة. ولكن في ناس تبص تلاقيهم جم وقالوا لأب اعترافهم صلي لي يا ابونا واذكر على المذبح الحكاية دي، وبعدين تبص تلاقيها بانت واكتشفت. تقول لي طب وايه الدلالة؟ ما هو جايز جدا هو مخدوع من الناحية الجسمية او النفسية. اقول لك تبص تلقاه هو وهي فرحانين بالرب وبينمو في النعمة، وفترة الخطوبة عندهم تعزية كبيرة والفرح بتاعهم بيزداد ويشعروا فعلا بيقين أن الله قد اختارهم. النقطة الأخيرة بقى هي سمات الحب الزواجي. سمات الحب الزواجي، الاثنين اللي عايشين مع بعض ومتجوزين حبهم شكله ايه؟ في شبان فاكرين ان الحب هو انه هو يستلطفها وهي تستلطفه. لا، ده الحب بتاع عبد الحليم حافظ، مش حب بتاع الكنيسة خالص يعني. ما ينفعش، ما يجيبش. ولكن الحب بتاع الكنيسة الصحيح هو ان الانسان بيختلف في حبه عن العالم. محبة رزينة عقلة، مش شاب هايف وواخدها كده دلع، وهي بنت فرحانة بنفسها ومعجبة بالواد علشان عينيه وعربيته الحمراء ومش عارف وشكله ايه. لا 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 لا. ده كله بيقع كأوراق الخريف
ولكن يا أولادي حب المسيح الزواجي حب رزين وحب واقعي. لذلك لما يجي لي واحد يقول لي أنا الخطيبة بتاعتي ملاك، وهو يجي يقول لي وهي تقول لي الخطيب بتاعي ملاك، وبيني ما بينك لا هو ملاك ولا هي ملاك، ده أنا فاهمهم وعارفهم كويس، خصوصا لما أكون أبقى اعترف الاثنين وعارف، فبالك كده أقول له عارف مش هم ملاك؟ بس اسمع، الملائكة ما بتخطئش، إنما الملائكة بتوع الزواج بيخطئوا. فإذا كنت يا حبيبي مستعد أن تتحمل المعاناة وتشيل عيوبها وتحط على كتفك أخطائها، وهي تحط على كتفها أخطاء، هتعدوا غربة هذا العالم. ويبقى ده الحب المسيحي، الحب الملتزم، الحب الواقعي اللي فيها الإنسان بيبقى شاعر بأن الله بيعمل فيه. آخر بقى حاجة فيها أنه حب في حضور الرب، زي ما بيقول يوحنا ذهبي الفم، كما أن المسيح له المجد حضر عرس قانا الجليل وباركه وحول الماء إلى خمر، هكذا يحضر في كل زواج ويحول الشهوة الجنسية والحياة الجسدية إلى محبة خمر حبه. وهنا يتذوق كل واحد كيف أن المسيحية في الزواج نسك عظيم، إنهم يحملون الباب، يسيرون في الباب الضيق. اوعوا تتصوروا ان الباب الضيق ده للرهبان بس ولا للمكرسين والمتجوزين أصوام، صلوات، مطنيات، قداسات. المتجوزين كده بتوع ربنا كده، مش ناس عايشين في الطرف والدلع وبعدين يفاجئوا بأنهم ابتدوا يصطدموا مع بعضهم. لأجل هذا حضور الرب في البيت يحل كل القضايا. خلي العيال يطلعوا قديسين. السلام، الواحد بيفرح لما يروح يفتقد ويزور بيت من البيوت ويشوف الأولاد ملايكة بيقولوا التسبحة، والراجل قديس والست أميرة جدا. وأول ما أدخل يقولوا لي يا ريتك يا سيدنا تقرأ لنا في الكتاب المقدس وتعزينا، وإزاي أخبار الكنيسة وعملوا إيه، واللي كان الجداد اللي راحوا الدير إزايهم وعاملين إيه. مش محتاجين حاجة، إحنا مستعدين نخدم بعينينا زي ما أنت بتتعب إحنا كمان نتعب وياك. أدي البيوت المسيحية يا أولاد، يقول لك بيوت طهارة، بيوت إيه؟ قداسة. انعم بها علينا وعلى الآتينا من بعد، ليجعل الرب بيوتكم بيوت طهارة وبيوت قداسة، ويبارك حياتكم لمجد اسمه الثالوث الأقدس كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. بخريستوس بنوتي. اللهم اجعلنا مستحقين أن ندعو الآب قائلين بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
والآن محبة الله الآب ضابط الكل ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم.